هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي سارة البرادعي، والنهارده هنتكلم عن المسلسل التركي هذا البحر سوف يفيض. هل المسلسل بعد 3 حلقات فعلا يستحق المشاهدة ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو، يلا بينا. قصة المسلسل بتتكلم عن بنت يونانية اسمها إليني، اكتشفت إن هي متبناة وإن أهلها أتراك، فبترجع لتركيا وخصوصا في منطقة البحر الأسود عشان تدور على أهلها الحقيقيين. وفي وسط ده بتلاقي نفسها في صراع ما بين أكبر عيلتين في المنطقة دي، وأكتر عيلتين بيكرهوا بعض وبينهم عداوة كبيرة، واللي هي عائلة أسماء واللي عاملة دورها دينيز، وعادل اللي هو أولاش. والعيلتين دول أكتر عيلتين بيكرهوا بعض وبينهم عداوة كبيرة. خلونا كده ندخل في ايجابيات المسلسل طبعا الكاست كله تحفه الصراحه، الكاست حلو، كله بيمثل حلو، الكابلز اللي فيه جميله. ايه الدبانه دي؟ طبعا المسلسل ده انا ما كنتش ناويه اتفرج عليه نهائي. اول ما اعلنوا عن الكاست وقالوا اولاش فيه ودينيز، فقلت مش هشوف. ليه بقى؟ لان انا دايما كنت بشوف اولاش ما بيمثلش كويس، يعني مش بيقنعني بتمثيله، مش بيعجبني قوي، لان بحس ان هو فعلا بيمثل، مش هو عايش الشخصيه، مش بصدقه وهو بيمثل. ساعات ما بتتفرج على ممثل بتحس ان دي شخصيته من كتر ما هو متقمص الدور، انما هو كنت فعلا بحس ان هو زيرو تمثيل الصراحه. طيب بالنسبه لدينيز انا برضو نفس الوضع. انا الصراحه ما شفت لهاش حاجه، بس يعني مقاطع كانت مثلا بتظهر قدامي من بعض المسلسلات، كنت بحسها ان هي شويه بارده في تعبيرات وشها، يعني جامده، فاهميني؟ فطبعا قالوا بقى اولاش ودينيز، فقلت مش هشوف، خلاص تمام. جاء اتعرض الاعلان اللي هو الترويجي وكده، هاجم هجوم كبير من الممثلين، يعني مش اللي هم كمان الجمهور، لا، من الممثلين زي بهار شاهين وحفصة، وواحدة كمان مثلت مع دينيز في مسلسل فضيلة وبناتها. والصراحة دي أكتر واحدة مستغرباها، يعني أنت عاملة لها فولو وهي عاملة لك فولو ومثلتوا سوا، فطالعة بتهاجميها. وكمان الممثلة دي كانت كاتبة إن المسلسل آخره 4 حلقات وهيتوقف. فهي إحراجك دلوقتي لما كنت بتقولي إن المسلسل هيبقى آخره 4 حلقات، ودلوقتي بقى هو رقم 1 في اليوم بتاعه، ونسبة المشاهدة بتاعته عالية جدا، ولسه مع الوقت كمان هيعلى، لأنه كل فترة جمهوره ما بيكبر أكتر، فواضح إن هو هيتوقف بعد 4 حلقات. شاطرة شاطرة. يعني عموما يعني لما اتعرض الإعلان الترويجي برضو مش اللي هو ما جذبنيش، يعني عادي، أنا كده كده مش ناوية أشوفه. فجاء بقى اتعرض إعلانات الحلقة الأولى، ما جاليش فضول إن أنا أشوف الصراحة. زي ما قلت لكم 2 ممثلين أنا مش بحبهم، هتفرج لهم ليه على المسلسل؟ فجيت بالصدفة اتعرضت الحلقة الأولى، ولقيت بقى مقاطع كتير على التيك توك وكده، فدخلت اتفرج. لا، لقيت الأجواء شداني بشكل مش طبيعي. قلاش اتطور خالص، اتطور خالص حقيقي، يعني أصلا شخصيته في المسلسل جميلة، وغير من شكله وستايل شعره وستايل جسمه وكده، وبقى أحلى، فكشكل وكتمثيل بقى أفضل بكتير من لما أنا شفته أول مرة. بس المسلسل ده الصراحة اتطور، مش هقول اللي هو بقى السوبر واو وكده، لا، بس اتطور، شايف تطور كبير في تمثيله. دينيز ابهرتني، لان في مشاهد كتيره لقيتها فعلا الجمدان اللي كان في الوش او تعبيرات الوش البارده ما بقتش شايفاها. يعني في مشاهد مع إليني او مشاهدها لما هي بتقابل عادل اللي هو اولاش، يعني لا، تعبيرات وشها اتغيرت خالص، بتأثر معاها في المشاهد، وده شيء غريب يعني. فأنا استغربت الاتنين حبيتهم، معقولة؟ فأنا اكتشفت فعلا إن الممثل بيحتاج مخرج كويس يقدر يطلع القدرات التمثيلية من الممثلين، ودور حلو. مش لازم يكون دور طيب، ومش لازم يكون دور الجنتلمان، ممكن يكون دور عادي شرير او سايكو او ايا كان ايه الدور، بس يكون الدور مكتوب بشكل حلو، فهتلاقوا المشاهد حابب الشخصية، حابب التمثيل، حابب كل حاجة. فهو لازم أول حاجة مخرج كويس يقدر يطلع المشاعر والتمثيل الصح من الممثل. يعني هو فعلا اتظلم مع مخرجين تانيين، الاتنين بالنسبة لي اتظلموا مع مخرجين تانيين، ما قدروش يطلعوا المواهب بتاعتهم. طيب بالنسبة للكابل التاني، الكابل التاني برضه عجبني جدا وحبيتهم قوي. الممثلة أصلا ايه ده؟ ايه الكياتة دي؟ ايه سكر ده؟ سكر، ضحكتها جميلة وشخصيتها جميلة، وما بتتكلم الترك المكسر سكر، يعني الصراحة حبيتها ودخلت قلبي. وبراك كمان عامل الدور حلو، وشخصيته في المسلسل جميلة، والكيمستري ما بينهم تحفة، وقصتهم كمان جميلة. أنا بقى جذبني كمان الكابل التالت. هم لسه ما بقوش كابل، بس أنا حاسة إن هم هيبقوا كابل، اللي هي أخت عادل وأخو قروش أو عروج أو أيا كان اسمه. ليه اختاروا الاسم ده؟
ليه اختاروه؟ مش عارفه انطقه، اسم غريب مكلكع، عمري ما سمعت. في الترجمه بيكتبوه عروج وفي النطق التركي بيقولوا له قروش. فايا كان بقى، بصوا ايا كان، اخو بوراك، خلينا في بوراك احسن. فاخو بوراك اللي هو ايسو عجبني قوي الكيمستري ما بينهم. مشاهدهم في الحلقه الثالثه كانت تحفه، فانا دخلوا قلبي. يعني ممكن يكونوا هم هيبقوا لو اهتموا فعلا بقصتهم بشكل صحيح ومشاهدهم بقت كويسه هيبقوا رقم واحد عندي. هم الثلاثه كابلز تحفه. يعني قليل لما بتلاقي مسلسل فيه كابل كل الكابلز فيها حلوه، بتلاقوا دايما ايه بتختاروا كابلز واحد يعجبكم والباقيين مش قوي وكده. لا المسلسل ده حقيقي الثلاثه تحفه. هم لسه ما بقوش كابلز بس يعني هعتبرهم كابلز. الثلاثه جمال وايه، والثلاثه بيحبوا من الأعداء. يعني عادل بيحب من العيلة اللي هو بيكرهها، وبراك بيحب من العيلة اللي بيكرهها، وإيسو لو هيبقوا كابل هيبقى نفس الوضع. فالتلاتة بيحبوا من عائلات بعض المكروهين والعداوة وحاجات من دي. فلو بصيتوا هتلاقوا ان الثلاث قصص تعتبروا شبه بعض، ان كل واحد بيحب من عيلة التاني اللي بيكرهوه. بس المميز بقى في القصص دي ان الشخصيات مختلفة. يعني شخصية الأم غير شخصية بنتها غير شخصية فاطمة. هتلاقوا برضو الرجالة التلاتة مختلفين عن بعض. فالقصص لو هتلاقوها متشابهة من ناحية العداوة وان هما بيحبوا بعض وأعداء، هتلاقوا برضو الشخصيات مختلفة. فده اللي بيدي ميزة في كل قصة من القصص دي. فأنا حبيت ده كمان. الأجواء تحفة، أجواء البحر الأسود جميلة، المناطق جميلة محببة للعين. يعني أنا بحب قوي أشوف الأجواء دي اللي هي البحر والشجر والحاجات دي. فمتصور المسلسل بطريقة حلوة، الأماكن حلوة، الكاست حلو، كل حاجة فيه عجباني لحد دلوقتي الصراحة. يعني المسلسل اللي رجعني للتركي. أنا بقالي كتير مش بتفرج على تركي، ولو اتفرجت وعجبني حاجة باجي في النص كان محبش اكمل ومبيبقاش عندي فضول اكمل. فتقريبا انا بقالي كتير قوي ما اتفرجتش على مسلسل تركي شدني بالطريقه دي. فانا عاجبني المسلسل ككل، كقصه المسلسل، ككابلز الثلاثه، ولسه في حاجات تانية هتظهر. الشخصيات مكتوبة حلوة وكل حاجة فيه عجباني. فطبعا أنصح بالمسلسل. مش عارفة هرجع لكم بفيديو تاني أتكلم وأقول المسلسل ما بقاش حلو أو كده ولا لأ، معرفش. بس لحد دلوقتي المسلسل حلو. بعد 3 حلقات، ال3 حلقات تحفة تحفة تحفة. إعلان الحلقة الرابعة فضولي هيموتني، عاوزة أتفرج. طبعا أنصحكم تتفرجوا على المسلسل، حلو قوي. واللي بيتابع المسلسل يكتبلي في الكومنتات تحت ايه أكتر كابلز عجبكم وايه أكتر شخصية عجباكم. ايه اللي ما بيتفرجش اتفرجوا، أنا متأكدة المسلسل هيعجبكم جدا. وبس كده، أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.